دعا المشاركون في مؤتمر مجلس القوى الديمقراطية في إيران إلى توحيد أطياف المعارضة كافة من أجل إيجاد البديل الديمقراطي عقب إسقاط نظام ولاية الفقيه، وطالبوا في بيانهم الختامي بإنهاء الحكم الاستبدادي والطائفي وطبيعته الدينية غير القابلة للإصلاح. اختتم المؤتمر بتظاهرة أمام كنيسة كولونيا الكبرى شاركت فيها جميع القوميات غير الفارسية وأحزاب إيرانية، وردد المتظاهرون شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإلغاء عقوبة الإعدام واحترام حقوق الإنسان. نريد أن نقول للمتظاهرين في الداخل بأن صوتكم هو صوتنا هنا، ونحن نقوم بأن نعكس صوتكم إلى الخارج ونصل صوتكم إلى منظمات المجتمع الدولي وإلى الدول صاحبة القرار. كما تحدث عدد من ممثلي الأحزاب الإيرانية والقوميات عن استمرار الاحتجاجات الشعبية والتنسيق لدعمها مع قيادات الداخل. اجتمعنا هنا كأكبر ائتلاف للقوى السياسية التي تمثل مختلف الشعوب والقوميات في إيران لنرفع صوتنا من أجل تغيير النظام والقضاء على الحكم الديني الدكتاتوري. المتظاهرون طالبوا المجتمع الدولي بمواصلة الضغط على إيران حتى يتم تغيير النظام الديني ببديل ديمقراطي تعددي يضمن حقوق الأقليات ومكونات الشعب الإيراني كافة. طالب المتظاهرون للقوى الديمقراطية في إيران الاتحاد الأوروبي بقطع العلاقات مع النظام الإيراني وإدانة ممارساته الإرهابية وتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية لارتكابه مجازر في سوريا واليمن والعراق. سعد المسعودي، العربية، كولونيا، ألمانيا.